السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الثمانينات ودي كانت بداية حرب العراق وإيران اللي هي حرب الخليج الأولى، واحنا متكلمين عنها هنا في القناة، وهسيب لكم اللينك فوق في علامة الآي. في الوقت ده العراق بنى تقريبا 38 ملجأ للمدنيين، وده عادي زيها زي أي دولة خافت على المدنيين بسبب الحرب، ونفذت الملاجئ دي شركات دولية من يوغوسلافيا والهند وفنلندا. والملجأ اللي هنتكلم عنه النهارده هو ملجأ العمرية او الملجأ 25، وده نفذته شركة فنلندية اسمها YIT. العراق بنت الملاجئ دي علشان خايفة على المواطنين من الحرب، وكمان كانوا خايفين من مفاعل تموز اللي عمله الكيان الصهيوني اثناء حرب العراق وايران. الملاجئ دي كانت مبنية على الطريقة الحديثة، وكانت مبنية بطريقة تحميها من أي قنبلة ذرية أو نووية تتحدف عليها. أهلا بيكم، أنا نورة عجلان وأنتوا دلوقتي في بنك العلم. أتمنى لو استفدتوا أي معلومة من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، وما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. أو سلاح كيماوي يترمي عليها. ملجأ العمرية بالتحديد اتبنى بغرب بغداد على مساحة 500 متر مربع، ومتكون من 3 طوابق، وكل طابق مساحته 500 متر، والجدران سميكة جدا ومعمولة من الكونكريت اللي هو الأسمنت المسلح، وقطر الجدار 1.5 متر. وكل الملاجئ دي مكتوب عليها من فوق إنها ملاجئ مدنيين، ومكتوبة بخط كبير جدا يقدر أي طيار يشوفه بالعين المجردة من ارتفاع عالي جدا. يعني مفيش حد له حجة ويقول أنا ما شفتش ومعرفش إن ده ملجأ للمدنيين. وخلال حرب الخليج الثانية بين العراق والتحالف اللي قرر يحرر الكويت من غزو العراق، وبرضه متكلمين عنه هنا في القناة، وهنسيبه في صندوق الوصف وفي شاشة النهاية. ويوم 13 فبراير سنة 1991 الساعة 4:30 الفجر قصفت طيارة أمريكية الملجأ رقم 25 في حي العمرية، ودي كانت القنبلة الأولى، ودي كانت في منفذ التهوية. بس المبنى ما تأثرش منها قوي، بس الأمريكان رموا القنبلة الثانية بعدها بدقيقتين بس، ودي قدرت تخترق المبنى وتنزل من الطابق الثالث للطابق الارضي وتنفجر جوه في الملجأ والناس نايمه. المشكله ان الملجأ مصمم انه يتقفل من بره في حاله اي وجود خطر على المدنيين جوه، عشان ما يخرجوش لو سمعوا اي صوت ضرب او انفجارات ويتاذوا. وفعلا اللي حصل، الابواب اتقفلت والملجأ ولع والناس فيه مش عارفه تخرج ولا تفتح الابواب، ودرجه الحراره وصلت لاكتر من 1500 درجه مئويه. يعني الناس انصهرت مش اتحرقت، وكان عددهم 408 شخص، ومن بينهم 261 ست و52 طفل رضيع، اصغرهم عمره 7 ايام، وملقوش للطفل ده اي اثر، اكيد انصهر وساح. اضافه بقى ل 26 مواطن عربي كانوا في العراق ساعتها. قوات التحالف صممت صواريخ مخصوصة عشان تخترق الملاجئ دي، واعتمدت على ان هي تضرب منفذ التهوية علشان ده بيكون هدف الصاروخ الاولاني، وده ادى الى ما يشبه العاصفة، وخلى كل الابواب تتقفل وحصرت المواطنين جوه، عشان يجي بعد دقيقتين بس الصاروخ التاني يعمل فجوة كبيرة جدا تمنع المواطنين من الهروب، بسبب ان كل الابواب اتقفلت بسبب الضربة الاولى، فاتحرقوا ودابوا في مكانهم حرفيا. ومفيش اي حد نيجي غير 11 شخص، ودول خرجوا بالدفع بسبب زلزال القنبله الاولى، ودي رمتهم بره الملجأ، والابواب اتقفلت على اللي جوه. الطيارات اللي ضربت الملجأ طيارات امريكيه من نوع F-117، وضربته بصاروخين موجهين بالليزر اسمها الصواريخ الذكيه، وتصمموا مخصوص للغرض ده، ضرب الملاجئ اللي عاملاها العراق. والمصادر بتقول انهم خرجوا 408 جثه متفحمه، لكن بما ان الملجأ بيتسع ل 1500 شخص فممكن تكون في جثث كتير اتفحمت تماما، وحتى العظم انصهر ومبقاش له اي اثر، وده يخلي عدد الضحايا اكتر بكتير من الارقام المعلنه. الاداره الامريكيه في الاول بررت قصف الملجأ وقالت احنا افتكرناه مقر عسكري بس متنكر، بس انتشار صور المأساة في الاعلام خلى البنتاجون يعترف بعد كده
ان القصف ده جه عن طريق الخطأ. وصحيفة الساندي تايمز بعد قصف الملجأ ب4 ايام نشرت تصريح لمصدر عسكري اعترف فيه بارتكاب البنتاجون خطأ ضرب ملجأ العمرية، وقال ساعتها ان التقارير اللي جت عنه انه عسكري كانت غلط. ملجأ العمرية بعد كده اتحول لمتحف وشاهد على الجريمة اللي اتصنفت كأنها فاجعة بشرية لان فيها أبيدت عائلات كاملة. وتخريدا للذكرى اتعمل تمثال انشأه علاء بشير سموه الصرخة على شكل راس انسان محصور وسط قوالب حجرية قوية ووشه متوتر وبيصرخ من شدة الألم، وده بيشكل الرعب اللي عاشوه الضحايا ساعة القصف. والذكرى دي اتخلدت كمان بفيلم اسمه الفجر الحزين. ومع ان الملجأ كان مصمم لحماية الافراد من الانفجارات والصواريخ وحتى ما يسمعوش اصوات الغارات، وكان منيع جدا، وكمان كان منيع ضد الاسلحة الكيماوية، بس ما حدش نجي من المدنيين الا 11 فرد، ودول اصيبوا بحروق وندوب نفسيه مستحيل تتعالج. الصحافه بعدها عملت لقاءات مع الناس اللي نجت، ولكن للاسف كلهم حياتهم كانت عباره عن ماساه. يعني ايه تعيش وتفقد كل حبايبك؟ يعني ايه ام تعيش وتفقد كل ولادها وتفقد جوزها وتفقد كل حياتها؟ تفتكروا هي كده عايشه ولا ماتت بس فيه جسد بيتنفس؟ ومن ضمن الناس اللي الصحافه عملت معاهم لقاءات كانت قمر، ودي سموها خنساء العامرية على اسم الشاعرة الخنساء من كتر المأساة اللي هي عايشاها. مات لها 7 عيال في الملجأ ومنهم بنتها الكبيرة غيداء اللي عمرها 17 سنة. وفيه قصص بتتحكي ان في 40 حمامة بتنزل كل يوم قدام مدرسة كان فيها 40 طالب وطالبة من اللي ماتوا في ملجأ العامرية ده. القصة دي بتبين قد ايه امريكا بلد وسخة ومتعودة على الابادة الجماعية، من اول ما بدأت تبيد الهنود الحمر عشان هي تقوم كدولة، وبعدين تبيد الناس في فيتنام، وبعد كده ابادت المدنيين اللي ملهمش اي دخل بصراعة مع صدام او غيره. من ضمن المبررات اللي قالتها امريكا ان الناس اللي موجودة في الملجأ ده ولاد القادة وعائلاتهم، واحنا كنا عايزين ننتقم منهم. وهل اولاد القادة وعائلاتهم مبرر انكم تموتوهم؟ طب ما تموتوا القادة نفسهم، على الاقل عساكر ضد عساكر. صدام حسين لما زار الملجأ ده بعد ما اتضرب الناس شتموه ولموه وحملوه المسؤولية، قالوا له انت المسؤول عن القصف ده وانت السبب في دخول العراق في الحرب دي، اسحب القوات من الكويت، احنا عاوزين نعيش في سلام. صدام زي اي رئيس، ممكن تلاقي اللي بيحبه وتلاقي اللي بيكرهه، وده شيء عادي. الناس مستحيل تجتمع على حب شخص او كرهه. حاليا الملجأ زي اماكن كتير طالها الاهمال وبقى ملجأ للنفايات. حتى شواهد القبور الرمزية ما سلمتش من التخريب باستثناء بعض الصور اللي محطوطة على الحيطان. وكل اللي عملته الحكومة العراقية انها صبغت النجوم البارزة على العلم العراقي القديم اللي كان محطوط على الملجأ. لا بصراحة عملتوا اللي عليكم. وللأسف فنلندا باعت العراق لأمريكا وادتهم الخرايط بتاع بناء الملجأ، لأن الأمريكان عرضوا مخططات ومقاطع الملجأ والرسوم الهندسية اللي كان مفترض إنها تكون سرية، عرضوها في المؤتمر الصحفي اللي كانوا بيعرضوا فيه انتصاراتهم، بيتفشخروا بيه يعني. واللي بيعزز النظرية دي إن واحد من العمال اللي في فنلندا في الشركة أعطى تصريح للتلفزيون الفنلندي وأكد فيه إن الملجأ كان لأغراض عسكرية ومش للأغراض المدنية، وإن الطابق الأول كان للعسكريين. طب أمال اللي ماتوا كانوا مدنيين إزاي؟ هل غيرت العيال رأيها بعد بناء الملجأ ولا عملت تمويه وادت فنلندا معلومات غلط؟ وصدام ضحى بالمدنيين وقال لك نقول ملجأ عسكري بحيث لو انضرب يروح فيها المدنيين مش العسكريين. مين ظالم ومين أظلم في القصة دي؟ ودم الناس دي في رقبة مين؟ في الوقت ده كانت فنلندا عضو في مجلس الأمن ومن الدول اللي ساهمت بفاعلية في صياغة كل القرارات ضد العراق. وساعتها وزير الخارجية الفنلندي صوت على القرار 678 اللي بيلزم العراق انها تخرج من الكويت بالموافقة، وده أثر على الدول التانية انها تصوت على القرار برضو بالموافقة.
قبل الحادثة دي ب3 أيام كان في طيارات بتحوم حوالين المنطقة، وكانت الطيارات دي بتحوم وتطير على ارتفاع منخفض جدا على الملجأ، يعني شافوا من فوق السقف ان مكتوب ملجأ مدنيين، وهم ما كانش هدفهم تصوير الملجأ، هم هدفهم يعرفوا بالظبط فين الفتحة اللي هيضربوا منها. القنابل اللي رمتها امريكا وزنها 2000 رطل ومقدمتها معدنية بتقاوم الاسمنت المسلح اللي هو الكونكريت، وقدرت انها تخترق السقف من غير ما تنفجر الا بعد ما توصل للحيز الداخلي وتنفجر جواه عشان تعمل اكبر قدر من التدمير والقتل جوه المكان. ورغم مرور اكتر من 30 سنة على القصف الامريكي للملجأ ده، ولكن لسه في اسئلة بتحوم حوالين الحادثة بدون وجود اجابات واضحة. بيجاوب على الاسئلة دي الخبير الامني عدنان الكناني باقراره بوجود تعاون سابق بين مصادر من نظام صدام حسين مع الإدارة الأمريكية، وبيستدل على كلامه ده بحادثة وقعت قبل القصف بدقايق لما صدام قال لواحد من المرافقين الشخصيين له إنهم لازم يمشوا حالا من المكان لأنه هيتم قصفه فورا من الطائرات الأمريكية. وفعلا القصف حصل بعد دقايق من مغادرة صدام للملجأ، يعني هو كان عسكري فعلا وصدام ضحى بالمدنيين، كان عاملهم درم حماية وتمويه، ووقت الجد مشي وسابهم يقلعوا بالملجأ. هنا تكمن الحقيقة الضائعة حرفيا. طب ازاي المعلومات اتسربت عن القصف ووصلت لمكتب صدام؟ هل في جاسوس مزدوج؟ بيضيف الكناني في حديثه للجزيرة نت ان المؤشرات دي بتؤكد وجود تواصل بين الإدارة الأمريكية مع مصادر مقربة من نظام صدام حسين، وحرفيا كده ضم الضحايا دول ضايع بين جواسيس ودول وناس كل همها صنع مجد شخصي ليها. رحم الله شهداء ملجأ العامرية ورحم الله شهداء العراق جميعا. وبس كده، والسلام عليكم.